يبقى المنام الرؤيا، أي إنسان يشوف رؤيا، كلكم شايفين رؤيا وتعرفون شلون تتم الرؤيا. يقول يبقى المنام طائرا إلى أن يقاس. يعني شنو؟ يعني يبقى الرؤيا ما تتحقق، انتبه، ما تتحقق بالواقع الخارجي، ما يكون إلها تأثير على صاحب الحلم، على صاحب الرؤية، ما يكون إلها تجذر في الواقع أبدا، إلا أن تقاس. إذا تحكيها، هاي تعلموها، إلا تحكيها. إذا بقيت ساكت ما تتطبق وتصير هواء وتنتهي. هاي من ضمن فلسفات الرؤيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة تشوف رؤيا مرعبة مؤذية فتبدأ تخاف على الحسن والحسين. رسول الله يقولها بني لا تقصيها فإنها إن قصت وقعت. وفي رواية ثانية فإنها إن قصت حدثت. فلذلك هاي رسالة لكم كلكم، لما تشوف حلم مرعب، حلم بخسارة أموال، خسارة أنفس، فيه فتنة، فيه خسارة كذا، أي شيء مؤذي، لا تحكي، اسكت، لا يتحقق أبدا. ما ابلع، لا تبقى تقلق وتحكي، ابلع، سكتة، ادفنه. أمير المؤمنين يقول الرؤيا السيئة ادفنها بين لهواتك، احبسها بحلقك لا تطلع، فإنها لا تتحقق. أما الرؤية الجيدة، هسه نعطيكم الفرق بين الرؤية الجيدة والرؤية السيئة، آليات، علامات الرؤية الحسنة وعلامات الرؤية السيئة. وإن كان الأعم الأكثر لما تشوف نفسك في حديقة خضراء، جاي تقرأ قرآن، لابس لباس أبيض، جاي تاكل فاكهة، جاي تاكل سمك، هاي كلها رؤيات فرحة تقدر تحكيها. أما إذا تشوف أسد يركض بوراك، كلب يركض بوراك، خنزير ما أعرف إيش، هذه علاماتها مبينة، أو دنيا محروقة، أو حريق، أو غريق، أو تغرق، هذه علامات فتنة، علامات رؤية سوف تتحقق. فبالتالي القرآن، روايات أئمة أهل البيت، رسول الله يقول لك لا تقصها، وبالذات لا تقصها. ليش؟ لأن ما عندك مفسرين، أنت واقعا ما عندك مفسرين. الآن الحوزة العلمية بيها 3-4 مفسرين للأحلام وللرؤى الأقوياء، وما تقدر توصلهم، ولعم الأغلب ما حد يعرفهم أصلا. فلذلك على من تقصها؟ على أمك، لو على زوجتك، لو على أبوك، لو على كذا كذا، لو على شيخ إمام الجمعة والجماعة وما أعرف إيش اللي بمنطقتك، وهم بعيدين كل البعد عن هذه الأمور الغيبية. هسه هم الأمور الشهودية محاضرها، فكيف بالأمور الغيبية؟ فأنت الأولى لك أن لا تقصها، الأفضل لك أن لا تقصها بالذات.